وقد اعلنت هذا في سنة 65، وقلت عن حرب اليمن: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقام احد اصحاب الفتوى الباطلة وقال ان حرب اليمن شرعية، لانها في قوله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فقلت له: اين الطائفتان المقتتلتان؟ فقال: طائفة اليمن وطائفة السعودية. فقلت: وما لنا بهذا وذاك؟ ان ثورة السلال ما هي الا نزعة داخلية. لماذا نتحمل نحن اعباءها امام الله ونقتل 500,000 يمني يوحدون الله، ويقتل من جيشنا 50,000 يوحدون الله؟ لحساب من كل هذا؟ قلت يومها: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وخرجت الفتاوى تريد تركيز الكراسي بمغناطيسية شديدة الجذب، وبحثت عن آية في كتاب الله. الله يعلم ان الآية بريئة مما قالوا براءة الذئب من دم ابن يعقوب، ولكن افرأيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم، وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وذهبنا الى اليمن 5 سنوات، وعدنا من اليمن بعد 5 سنوات، ووقف العندليب يغني للعائدين بالاحضان ويقول: رحلة مصر جميلة، هل سفك الدماء وتخريب البيوت جميل يا عندليب، يا عندليب الخراب.